السلام عليكم. خليني أدخل في الموضوع على طول بدون أي مقدمات، علشان طبعا كلنا عارفين قيمة الأذكار في حياتنا وقد إيه هي مهمة. لكن السؤال الحقيقي إزاي نلتزم بيها يوميا، وإزاي ممكن فعلا تقدر تغير حياتنا. بصراحة كده آخر فترة كنت بلاقي نفسي طول اليوم بفكر في تفاصيل كتيرة، حاجات حصلت وحاجات لسه هتحصل، أفكار بتلف في دماغي. ولما يجي الليل وأحط دماغي على المخدة ألاقي نفسي مش عارفة أنام، التفكير مش بيقف، وده كان مرهقني جدا. لكن في يوم قلت لنفسي ليه ما بدلش التفكير بالحاجات اللي ملهاش لازمة بالأذكار، وكمان أخد عليها ثواب. ولقيت نفسي فعلا بعمل كده، بدلت التفكير في حاجات ملهاش لازمة بالأذكار. وقتها بقى أي ذكر كنت بحبه كنت بقوله: أذكار الصباح والمساء، التسبيح، الاستغفار، الصلاة على النبي، أي نوع من الأذكار. والمهم كمان إن نيتي ما كانتش بس علشان أوقف التفكير، لا، كمان علشان أتقرب من ربنا. وصدقوني من أول يوم، بس أول يوم، هتحسوا بفرق، هتحسوا بهدوء والراحة الداخلية، وهتلاقوا نفسكم قبل النوم مش مشغولين بأي أفكار سلبية، لأنكم بدلتوا التفكير العشوائي بذكر الله. وكمان عايزة أقول حاجة مهمة: الأذكار دي مش لازم تكون حاجة تقيلة أو حاجة تحس إنها عبء، بالعكس دي أبسط مما تتخيلوا. ممكن تقوليها وانتي قاعدة، وانتي بتشتغلي، سواء في البيت أو برا البيت، وكمان وانتي في المواصلات. قولي أي ذكر انتي بتحبيه، يعني مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي حاجة تخلي لسانك دايما عامر بذكر الله. وفي حاجة تانية: لما تبدأي تذكري ربنا هتحسي إن قلبك بدأ يهدى، ومشاكلك اللي انتي شايفاها كبيرة هتبدأ تظهر، لأن ببساطة لما يكون ربنا معاكم مفيش حاجة تستاهل القلق والخوف، هيتلاشوا تلقائيا. وأنا بقول لكم الكلام ده عن تجربة شخصية. ازاي ان احنا بقى نقدر نحافظ على الاذكار بتاعتنا ونداوم عليها لوقت اطول؟ حضرتك هتعملي جدول بايام الاسبوع وهتكتبي الاذكار بتاعتك، وهتحددي عدد معين هتقوليها كل يوم. ممكن مثلا في الاول 200 لكل ذكر عشان تتعودي، وبعد كده تزيدي براحتك. الجدول ده يخليك ان انت تحافظي عليه وتداومي على الاذكار، وطبعا هتحسي بالراحه النفسيه. وجربي وابدأي بنفسك، واللي في التعليقات لو حد كان منقطع على الاذكار وجرب وشاف الراحة النفسية من أول يوم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.